تخيلوا معايا شخص محتمل يكون من أصول مش مصرية ومع ذلك وصل لمكانة إن بنته تبقى الزوجة الملكية العظمى للملك أمنحتب الثالث، واحد من أعظم ملوك الأسرة ال18. وده بيوريك قد إيه المجتمع المصري ساعتها كان منفتح وبيقدر الذكاء والكفاءة مش الأصل بس. أما تويا زوجته فهي بنت أسرة ملكية عريقة، وما كانتش بس أميرة، دي كانت واحدة من السيدات العظام في القصر ومعاها ألقاب دينية وسياسية كبيرة. يويا وتويا عاشوا في قمة قوة مصر أيام الملك تحتمس الرابع وأمنحتب الثالث. يويا كان ماسك مناصب دينية وإدارية مهمة جدا زي أبو الآلهة، وده لقب ديني ضخم، وكمان المشرف على خيول الملك. أما تويا فكانت مغنية الإله حتحور والمشرفة على خادمات الإله أمون، وكمان سيدة البيت الملكي، ومكانتهم كانت عالية لدرجة خض. والمكانة دي هي اللي خلت بنتهم تي تبقى زوجة أمنحتب الثالث وأم الملك أخناتون العظيم وجدة الملك توت عنخ آمون.